السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في أحداث كتير وفي حاجات كتير ومواضيع كتير عايزين نتكلم فيها. فقبل ما نتكلم في أي حاجة عايزين لايك وشير وتصلي على حبيبك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أول موضوع معانا ونتكلم فيه هو دوري أبطال أوروبا، مباراة النهائي المبكر، وهو بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الأسباني. كانت مباراة قوية جدًا، جدًا على ملعب ريال مدريد، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. أحرز الأهداف فينيسيوس جونيور، والتعادل للسيتي من قنبلة مدوية من دي بروين. ولا أروع ولا أفضل، مباراة متعة جميلة جدًا، جدًا. وريال مدريد يعني أجّل إن صعوده، والسيتي أجّل صعوده إلى ملعب الاتحاد على ملعب السيتي في إنجلترا. وهتكون مباراة العودة مباراة قوية جدًا، جدًا، جدًا ما بين أنشيلوتي و و و وجوارديولا. هتبقى مباراة صعبة جدًا، جدًا، مباراة حاجة روعة. إيه المتعة وإيه الجمال ده يا جماعة! مباراة قوية جدًا، جدًا، مباراة صعبة، مباراة فيها فكر عالي أوي، مباراة نشوف النهارده السيتي وجوارديولا ولعبه لعب جميل جدًا. اللعيبة الكرة السهلة البسيطة، المتعة والجمال والأداء. وكارلو أنشيلوتي طبعًا معاه لعيبة، طبعًا لعيبة ريال مدريد لعيبة خبرة السنين، خبرة أنشيلوتي في إن هو يقدر يدير مباراة. طبعًا السيتي أضاع فرص كتير جدًا وأهدر فرص كتير جدًا، وبرضه على العكس برضه ريال مدريد أهدر فرص كتير وأضاع فرص كتير. إن هم يعني الفريق هنا أو هنا كانت في مباراة كانت قوية جدًا، جدًا، وأجّلت صعود أيًا من الفريقين السيتي أو الريال مدريد إلى ملعب الاتحاد في إنجلترا. ومباراة العودة هتكون مباراة صعبة جدًا، مباراة صعبة جدًا، جدًا، مباراة لن تتخيلوها. مباراة نهائي مبكر بالفعل، هو ده النهائي المبكر. أنا كنت أتمنى بصراحة، أنا عن نفسي أنا كنت أتمنى إن مباراة ريال مدريد والسيتي تكون ماتش النهائي بالفعل. ولكن هو القدر إن هو ريال مدريد والسيتي يُقع تاني في نفس المقابلة. مباراة صعبة، مباراة قوية. نتمنى إن إحنا نشوف مباراة العودة مباراة أحسن وأفضل من كده. وبصراحة يعني الواحد يتمتع ب ب ب بالماتش دوّة. نيجي نتكلم النقطة التانية. وقبل ما نتكلم النقطة التانية عايزين لايك وشير. ولو انت مشترك في الفيس عايزك لايك. ولو انت بتتابعني على اليوتيوب لايك وشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. النهارده يا جماعة النادي الأهلي خلاص يعني الرحلة، والنادي الأهلي وصل تونس لملاقاة الترجي التونسي في الدور نصف النهائي. إن شاء الله بإذن الله اللي هتكون يوم الجمعة الساعة 10. نتمنى إن النادي الأهلي يعمل مباراة جيدة جدًا، مباراة تليق باسم وعراقة وتاريخ النادي الأهلي. المباراة دي هتكون صعبة جدًا. بس هي إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يقدر إنه يعمل نتيجة إيجابية. كمان الميزة والحاجة الكويسة اللي هتفرق معانا إن شاء الله، إن هو عدم وجود جمهور بالنسبة لنادي الترجي، وشايفين صياح. يعني إحنا شايفين صياح بالنسبة لنادي الترجي التونسي يا جماعة. صياح كبير جدًا. الناس الاتحاد الإفريقي وقّع عقوبة على نادي الترجي بحرمانه من الجماهير ماتشين بسبب سوء السلوك جماهير الترجي. لمّا إحنا بنشوف إن جماهير الترجي واحد يخش بشنيور كهربا جوّه الملعب، شنيور كهربا جوّه الملعب، وجاي أنتم بتردّوا وبتبعتوا يا جماعة شوفوا الشكوى نادي الهلال السوداني في النادي الأهلي. أنت بتتكلّم في إيه؟ نادي شكوى إيه اللي أنت بتتكلّم فيها؟ طبعًا الشكوى دي كانت الرَد الاتحاد الأفريقي عليهم لأ، ما فيش إساءات وما فيش مشاكل حصلت في مباراة الهلال، بل بالعكس إن لعيبة الهلال السوداني هي اللي اعتدت على الأمن في استاد القاهرة، واعتدت على لعيبة النادي الأهلي، وحصل تراشق ما بين الأمن ولعيبة النادي الأهلي ولعيبة الهلال. فأنت بتتكلم في إيه؟
يعني أنت بتتكلم في إيه؟ بتتكلم في حاجة أصلًا يعني الواحد يعني خلاص ماضي وانتهى واتوقّع يعني حاجات حصلت، يعني إيه اللي أنتم بتتكلموا فيه ده؟ النهارده أنت توقّع عليه عقوبة، جماهيرك أخطأت وجماهيرك عملت مشاكل وشغب والمباراة وقفت أكتر من 50 دقيقة وتوقّع عليه عقوبة وأنت كمان مش يعني عايز تلعب بجماهير تاني، وكمان الاتحاد الأفريقي كان وقّع عليه عقوبة قبل كده وقال لو أنت عملت حاجة تاني يعني هيتوقّع عليك عقوبة أكتر، بل أنت بتشوف إن أنت الجماهير بتخش وبتعمل إيه في الاستاد، فأنت إزاي تأمن إن الجماهير تخش بعد اللي بيحصل دوّة وبعد الحاجات اللي بيعمل الجمهور، يعني إزاي؟ إزاي إن أنا أأمن على البعثة وأأمن على الناس اللي هي هتلعب إزاي؟ يعني إزاي هتلعب إزاي؟ الناس هتتكلم، يعني الناس بتتكلم كده وخلاص وبتروج أكاذيب وإشاعات، يعني ده قرار الاتحاد الأفريقي، قرار الاتحاد الأفريقي إن أنت تمنع من حرمانك من الجماهير، لأن هم حذّروك قبل كده وما فيش فايدة برضه، فده قرار الاتحاد الأفريقي وده خلاص الكلام موضوع فيه منتهي جدًا. فالنقطة التانية وقبل ما أتكلم في النقطة التانية لايك وشير وتصلّي على حبيبك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النقطة التانية عايز أتكلم فيها إن شاء الله بإذن الله يعني عايزين لعيبة الأهلي تكون لعيبة رجالة، وأنا عارف إن أنتم لعيبة رجالة وإن أنتم تقدروا تعملوا نتيجة إيجابية إن شاء الله بإذن الله، وتعودوا بنتيجة إيجابية لمصر لمباراة العودة، إن شاء الله إن أنتم تقدروا في المباراة دي تعملوا نتيجة إيجابية. نقطة تانية بقى عايز أنقل على حاجة تانية ألا وهي مباراة الأهلي ونادي بروكسي في كأس مصر. طبعًا نادي الزمالك كسب 3-2 ودي فضيحة تحكيمية واضحة فجة للناس اللي هم يعني عايز يعني رسالة إلى قناة هزاز الرؤوس وإلى بعض من جماهير نادي الزمالك اللي بيطلعوا يتكلموا يقول لك أصل إحنا نادي الدولة، أصل إحنا بنكسب بالتحكيم. إيه رأيك في وليد عبد الرازق النهارده؟ إيه رأيك في وليد عبد الرازق النهارده؟ كان حلو، كان جميل، لطيف، كيوت كده، كان راجل حلو كيوت، كسبت، ساعدك إن أنت تكسب، كسبت في الآخر، وبعدين أنت النهارده ضربتين جزاء لنادي بروكسي وفريق أصلًا درجة تالتة تقريبًا وبتاع، ده نادي في من هنا من محافظة البحيرة مركز أبو المطامير في هنا، وطبعًا أنا أحييهم إن هم عملوا مباراة ممتازة جدًا، جدًا. أنت النهارده ليهم ضربتين جزاء المفروض نادي بروكسي أنت يعني أنت إيه اللي بيحصل؟ أنت بتكسب أهو بالتحكيم، وتشوف قناة هزاز الرؤوس اللي هي قناة نادي الزمالك شغلهم مش شاغل لسه بيتكلموا في مباراة بيراميدز اللي في السوبر اللي أنت أصلًا ما لكش أي صفة بيها اللي أنت انسحبت فيها. أنا النهارده أنت عرفت تصريح باتشيكو لمّا قال أنا عارف إن ليه نادي الزمالك انسحب من المباراة وما لعبش، هو ده، هو المنظر اللي أنت شُفته ده، إن التحكيم بيكسبك وأنت ما بتعرفش تكسب إلا بالتحكيم، هو ده اللي إحنا شُفناه النهارده، بانت قدّامك أهي، هو ده اللي بان. النهارده لمّا تشوف ياسر عبد الرؤوف على قناة نادي الزمالك مع طارق يحيى، لمّا جه اتكلم قال لك إن التحكيم النهارده لمّا بتشوف إن هو بيصعّد فريق على حساب فريق بالظلم والتحكيم، قال له: "يا كابتن إحنا للأسف الشديد وقتنا ضيّق وما فيش إن إحنا مش هنقدر نجيب الحالات وخلاص." ويعني أنت ما عندكش وقت إن أنت تجيب الحالات التحكيمية عشان الراجل يقول كلمة حق، وعندك وقت إن أنت تطلع تشتم وتسب وتهين في الناس وتطلع تتكلم وتقول لاتحاد الكورة وتقول الأهلي والخطيب وكل الكلام اللي أنت بتقوله ده. عندك وقت للكلام ده وما عندكش وقت تجيب الحالات التحكيميه لما ياسر عبد الرؤوف قال لك ان نادي بروكسي كان ليه ضربتين جزاء، الراجل اول طارق يحيى على طول يلا اطلع ما فيش وقت، كان عندنا كابتن متشكرين جدا. انت ايه يا عم، انت عايز تودينا في داهيه؟ انت عايز تودينا في داهيه؟ انت على قناه الزمالك عايز تودينا في داهيه، عايز تطلعنا مسرح؟
عايز تطلعنا مسرح؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ كلام كبير يا عم، ده المستشار يزعل مننا يا عم، انت عايز تودينا في داهيه؟ لا يا باشا، ده انا المستشار يا عم، استشار انت اسكت اسكت، هتودينا في داهيه. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده انتوا بجحين، البجاحه ناس بجحه، ناس بجحه. وصلت بيكم البجاحه لحد كده؟ وصلت بيكم البجاحه ان انت تعمل، ان انت تمنع الراجل يطلع؟ والنهارده لسه بيتكلموا اصل احنا رايحين نشتكي الاهلي وبتاع. طب ما اشتكيتش ليه؟ زي برضو قضيه نادي القرن، زي وغيره وغيره وغيره. سبحان الله، انت طالع تشتكي، طالع تشتكي عشان توقف، تقول لك انا هوقف النشاط في مصر، ده انا هشتكي اتحاد الكوره. وبالمناسبه، انت النهارده حازم امام هتطلع تتكلم عن ماتش، تقول التحكيم نجد نادي الزمالك وصعده، زي ما انت تقول الزمالك اتظلم وما رحتش، وانت راجل عضو في اتحاد الكرة، يعني مالكش ان انت تطلع اصلا بتصريح زي ده، مالكش ان انت تطلع وتقول انا مش هروح. هتطلع ان تتكلم على حاجة زي دي؟ هتطلع تتكلم على الفضايح اللي حصلت في ماتش الزمالك وبروكسي؟ هتطلع تتكلم عليها ولا هتسكت تشد بلاستر؟ خايف على مركزك؟ خايف على مكانتك؟ ما تنسحب، استقيل من اتحاد الكرة طالما هي كده، استقيل طالما انت مش قد المسؤولية، طالما انت مش قد المسؤولية وقد الكلام اللي انت بيطلع من بقك هنا ماشي على لسانك، يبقى انت تستقيل احسن. ايه اللي انت بتعمله؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ كلام كله يعني عيب قوي، عيب. انت مش صغير يا حازم امام عشان خاطر ان انت تطلع تقول كلام زي ده. النهارده لما نشوف على قناه الزمالك بيطلعوا لسه بيصيحوا على ماتش بيراميدز، ومفيش حد، يعني يعني انت بتتكلم على ماتش بيراميدز اللي خلص بقاله كام يوم، وسايب ماتش النهارده، سايب ماتش النهارده مباراة الاهلي والزمالك، وانا اسف مباراة الزمالك وبروكسي والاخطاء والفضيحة اللي حصلت، وجاي بتتكلم عن ماتش بيراميدز والاهلي اللي انت اصلا مالكش اي صفة، اللي انت انسحبت منه وخفت، وانسحبت عشان خاطر خايف تلاعب النادي الاهلي اللي هتطلع بفضيحة. النهارده التحكيم اهو بيساعدك، التحكيم بيساعدك. فنصلي على حبيبك النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ولايك وشير عشان ان احنا نوصلك كل ما هو جديد ان شاء الله. يعني الواحد بيستغرب. فانا انت يعني انا بستغرب على الناس اللي هي دي. واحد بيطلع على قناه الزمالك، لسه بيطلع مرتضى منصور اهان كرامته وكرامه اهله، ولسه بيطلع اصل اخويا الكبير، اصل انت اخوك الكبير لما يكون متضايق وزعلان فما ينفعش واصل هو لازم انا اشيله، امال مين يشيله؟ يا اخي ملعون ابو لقمه العيش اللي تهين كرامتك. راجل انت اصلا راجل، ده انت مش راجل، انت ما عندكش اي كرامه، ما عندكش اي كرامه، انت ما عندكش اي كرامة. لو عندك كرامه ما كنتش تطلع لسه بتطلع على القناه وبعد اللي بيحصل ده كلته. عيب عيب، انت راجل مش صغير، عيب انت راجل مش صغير. وصبحي عبد السلام وغيره والناس اللي هزاز الرؤوس وخالد الغندور والناس اللي بيطبلوا ماسكين عمالين كده. ما طلعتش اتكلمت على التحكيم؟ جايب حالات وجايب حاجات قديمة من السنة اللي فاتت، وسايب النهارده الحالات اللي موجودة عندك. طب ما تجيب اللي عندك، جيب اللي في الماتش، جيب اللي موجود واللي حصل في الماتش. انت جايب حاجات من السنه اللي فاتت، جايب حالات من السنه اللي فاتت. طب ما تجيب اللي موجود النهارده واتكلم فيها وخليك راجل، قول كلمه حق، قول كلمه حق. انت مالكش اي علاقه بماتش بيراميدز، وخليك انت يا سيدي انت ليك علاقه. انت جبت الحالات وخلاص اتكلمنا والماتش خلص وعد. النهارده بقى اللي حصل النهارده في الماتش بتاع الزمالك وبروكسي، ما اتكلمتش عليه ليه؟ ما قلتش التحكيم ساعدنا ليه؟ وليد عبد الرازق بالمناسبه اللي احنا كلنا تابعنا وشفناه، ماشي، لما جه اول ما محمود متولي رافع له الانذار على طول عشان خاطر ما يلعبش ماتش الزمالك،
من غير ما يبص، من غير ما يبص، من غير اول ما جه على طول خد انذار. محمود تعالى خد انذار تالت عشان خاطر ما يلعبش، عشان ما يلعبش ماتش الزمالك. انا مستغرب ازاي ده لسه بيحكم لحد دلوقتي. فضيحه، فضيحه تحكيميه وبرضه لسه موجود. نيجي النهارده للاخ ميدو بقى. الاخ ميدو اللي يعني انا بستغرب، يعني النهارده لما تشوف الموقع يعني الرسمي للنادي الاهلي مثلا على على تويتر يا جماعه حوالي تقريبا 10 مليون. يعني الموقع الرسمي للنادي الاهلي على تويتر حوالي 10 مليون. ميدو النهارده لما تلاقي مثلا مليون ولا 2 مليون متابعين ميدو على اليوتيوب التويتر او مواقع السوشيال ميديا، لما تيجوا نشوفوا نتابعها. طب انت النهارده ميدو ده طالع شتم جبر اللي هو جمال جبر اللي هو الرئيس المركز الاعلامي للنادي الاهلي، شتيمه وبذاءات قله ادب. لما يطلع يشتم ويقول يطلع على قناه الزمالك ويقول انا هودي حكم، اودي المحاميه بتاعتي على حسابي ان هي ترفع قضيه على الاتحاد اللي كده، وفي الاخر احنا هنا بنودي له كمان لعيب مثلا عنده يقعد عنده ويتكلم معاه. في غلط عندنا احنا يا جماعه. ما ينفعش، ما ينفعش النادي الاهلي طبعا اي لعيب ايا كان في النادي الاهلي قبل ما بيطلع في قناه او يعمل لقاء صحفي اكيد لازم بيرجع للنادي الاهلي. ده المتعارف وده المعروف، بيرجع للنادي الاهلي. فازاي ان احنا كنادي اهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ان انت توافق ان انت تعمل لقاءات وتعمل يعني بتطلع في البرنامج مع ميدو وانت عارف ان هو شتم واساء لمجلسك انت والمركز الاعلامي وجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، وتسيبه ان هو يطلع يتكلم ويشوف ان تسيب اللعيبه دي تطلع تتكلم. مين ميدو ده اللي بيطلع انت مين انت بتطلع تتكلم وتشتم وتيجي ميدو لعيب وهو لعيب حاجه وهو اعلامي دي قصه تانية. النهارده تطلع على قناه الزمالك تبص تلاقي الكلام، يطلع على السوشيال ميديا بكلام تاني خالص، يطلع مع السوشيال ميديا الزملكاوي تلاقي كلام تالت خالص. ميدو مش بوشين، ده بتلات اربع وشوش، تلات اربع وشوش، بيطلع يتكلم ويقول كلام اصلا ما ينفعش كلامه عن ويطلع يقول لك طب انت دلوقتي يا ميدو لما انت بتتكلم عن التحكيم وبتتكلم عن مساعده وبتتكلم على ده واهانات لاتحاد الكوره وكل الناس دي، طب انت ما بتتكلمش. طب انت كنت فين لما كنت ضد مرتضى منصور وامير لما انت شتمتهم وهم بهدلوك وانت بهدلتهم على السوشيال ميديا؟ دفع لك كام عشان ترجع تبقى كويس وتتكلم معاه كويس وتطلع على قناه نادي الزمالك؟ انت ما كنتش بتطلع على قناه، انت طلعت على قناه الزمالك بعد ايه؟ بعد إيه انت طلعت على قناه نادي الزمالك؟ يعني انا يعني الواحد بيستغرب، يعني الناس دي ايه جنس ملتها ايه يا جماعه؟ الناس دي جنس ملتها يا جماعه. احنا عايزين ننقي الاشخاص اللي احنا بنتابعها، ننقي الاشخاص نشوف الراجل ده بيقول ايه وبيتكلم ايه، وانا بدماغي بقى افرز الراجل ده بيقول ايه وايه وعشان ايه. لما نشوف احمد عبد القادر يطلع مع رضا عبد العال يقول لك يا كابتن انا بحب تعليقك بحب، لا انت ما انت شايف هو بيطلع مع محمد فاروق بيقول ايه على النادي الاهلي وبيتكلم ايه. ده انت بقول لك إيه؟ الدنيا كلها متهيئه لك، اتحاد الكوره بيجاملك مش حكام مش عارف ايه، ويجي يطلع لعيب من عندك يطلع يقول ده انت كابتن هنتعلم منك. لا ده في كده في مشكله. ما ينفعش اصلا اطلع اقول واحد بيهاجم النادي الاهلي اطلع انا اقول عليه كلمه زي دي. ما ينفعش اصلا ان انا اطلع اتكلم عليه واقول كلمه زي دي. ما ينفعش ان انا اطلع اتكلم عليه واقول كلمه زي دي، ان انا اقول له انت مية مية وبتعلم منك. اتعلم منه ايه؟ اتعلم منه ايه؟ شوف هو بيقول ايه على النادي الاهلي وافرز الكلام واعرف وافهم الكلام هو بيقول ايه، عشان خاطر ما ينفعش ان انت ان هو تتكلم عليه ويقول كلام زي دوت ويرجع يتكلم بالكلام دوت عن النادي الاهلي بالاساءه وكلام مش كويس ونرجع نطبطب ما ينفعش. ما ينفعش يا جماعة، الكلام ده ما ينفعش والله ما ينفع.
فيا جماعة الخير أرجوكم، النادي الأهلي يعني نادي كبير ونادي عريق. الحمد لله طبعًا الواحد بيشجّع النادي الأهلي وأفتخر طبعًا إن أنا باشجّع النادي الأهلي. وآخر الفيديو وعايزك تصلّي على حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنت مش متابعني، لو أنت متابع من على الفيسبوك لايك وشير، لو أنت متابعني على اليوتيوب لايك وشير وكومنت وتفعّل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. وإن شاء الله بإذن الله في حلقات تانية وحاجات تانية أحسن وأفضل بكده بكتير. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.